صباح الخير، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله كلياتكن بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم بدنا نعمل صدر الفروج بالصاج بالخضرة الموجودة عنا هون، وبدنا نعمل رز الكبسة كمان بالخضرة. رح تشوفوا معي طريقة كتير سهلة وكتير كتير طيبة على الغدا. خلوكم معي وشوفوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله رح يعجبكم يا رب. مثل ما شفتوا الخضرة عنا هون مفرومة وجاهزة، البصل والثوم، وجبت الصاج. كتير بحب أطبخ بهالصاج تبع اللحمة. طبعا ما بقلي فيه البطاطا وهيك شغلات، بس بعيفة لصدر الفروج واللحمة وهيك شغلات الشقف. هون عندي مثل ما قلت لكم شوية زيت الزيتون حطيت، وحطيت البصل شرايح والثوم، وكمان البطاطا مكعبات والجزر كمان كلاتهم بدي اشوحهم كتير منيح، نص تشويحة. وحطيت الفليفلة الملونة كمان، اي نوع خضرة بتحبي فيك تحطيه، كمان فيك تحطي الذرة، فيك تحطي البازيلا، مو مشكلة، كمان كلاته بيطلع طيب. وعندي هون صدر الفروج كمان غسلته كتير منيح وفرمته هيك مكعبات صغيرة، وحتى نشوحهم كمان كلهم مع بعض. وعندي هون التوابل كمان، طبعا توابل اللي بترغبيها فيك تحطيها، واهم شي يكون مع الكاري والماجي البودرة. وعندي كمان هاد الماجي السائل، كمان بجيبه بيعطي نكهة طيبة للأكلات اللي بساويها بالدجاج. ويا سلام، نحركه تحريكتين ومنغطي عليه ومنوطي الغاز ومنعيفه ليستوي على مهله. وهلا هون بدنا نحط الطنجرة ونساوي مثل ما قلتلكن رز الكبسة. طبعا الرز الطويل بدي اساويه كاستين. عندي هون معلقة زبدة حطيت ومعلقة من السمنة الحيوانية، صدقوني كتير بتعطيها طعمة طيبة، لا تكتروا، يعني ربع معلقة حاج. وهون حطيت البصل كتير بطلع طيب فيه. حطيت البصل وحركته تحريكتين، وحطوا كمان حبة توم كمان بتطلع طيبة. وعندي هون البازيلا والجزر، لا الجزر وفليفلات الملونة كمان حطيتهم. وهون حطيت التوم. عندي هون بهار الكبسة، أهم شي بتعطيها نكهة الكبسة، الرز بتعطيها نكهة الكبسة هي بهارات الكبسة. وهون الكاري كمان بدي أحط، وملح. يا عيني على الروايع، غير شكل الصاج، الأكلة بالصاج هيك صدر الفروج عطاني روايح كتير طيبة. وكمان الكبسة طبعا حطوا فلفلة ناعمة إذا بتحبوا تكون حادة، وفلفل أسود كمان حطوا. ويا سلام، شوفوا يا عيني. هاي صدر الفروج كمان عم بيستوي معنا. وعندي هون كاستين من الرز الطويل غسلته، وكمان بدي احط 4 كاسات مي حتى يطلع هيك مفلفل ومنظره كمان حلو. هلا بحركن وبوطي الغاز على 4. طبعا الغاز عندي على 6، على 9 اخر الشي. ووقت اللي بساوي رز بوطيه على 4 وبغطي عليه 3/4 الغطا. ما بغطي عليه طاول ابدا، لا 3/4 هيك الغطا حتى يكون شوي مبين والبخار يطلع منه. هون عندي دبس الفليفلة حدة كتير طيبة، حبيت هيك اخلي الاكلة شوي هيك فيها حدودية. حطيت الدبس الفليفلة وحركتها ورجعت غطيتها. هون شفت ما عندي خيار، قلت يلا بساوي خس بلبن، مو خيار بلبن خس بلبن، بس كتير كمان تطلع طيبة. فرمت نص الخسة المدورة، طبعا أي نوع خس بتحبوا فيكن تحطوه، مو مشكلة. وحبة توم كمان
توم فريش بيطلع أطيب. وهون شوفوا، والله عن جد كتير كتير الخس مع اللبن كتير بيطلع طيب. وإذا ما عندكم خس فيكم تسووا خيار. وكمان حطيت له ملح ونعناع يابس، وحطيت اللبن وشوية مي وحركتهم. هاي هي جنب الأكلة، كتير أكلة طيبة جنب الخس مع اللبن أو الخيار بلبن. شوفوا يا سلام. وهون عم نستنى كمان بقيان شوي أكلتنا تستوي والرز كمان يستوي ونطفي على الغاز. وما حدا أجا من المدرسة فاضطريت أكل هيك لحالي. حطيت صحن صغير وقعدت أكلت، بعدين الولاد أجوا. مستحيل يعني ما يكون أيام اللي ما في عطلة إنه واحد يقعد مع العيلة وياكل، لا، كل واحد بياكل لحال لأنه كل حدا بيجي لحال. هون شوفوا بعد ما استوى استنيت ما حدا اجا، قلت يلا خليني اسكب هيك صحن صغير واكل انا، لانه عن جد فرطت من الجوع. وهون عندي صدر الدجاج بالخضرة كمان صار جاهز. ويا سلام على هيك صحن لذيذ وطيب. هون عندي ورق الغار طبعا حطيت فشلته منه. وهلأ هيك أطيب صحن، وبتمنى انتو كمان تجربوها وان شاء الله رح يعجبكم. وهلأ جيت معكم لنهاية الفيديو. يا ريت تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تحطوا لايك حتى يوصلكم كل فيديوهات حلوة، وعلقولي تعليقات حلوة، وعطوني رأيكم بالأكلات اللي عبساوية. وهلأ بقلكم باي باي.